كذا مره على الغسيل، غسيلكم منقط على غسيلنا والغسيل كان نشف خلاص. ينفع كده والنبي الكلام ده؟ احنا قلنا كذا مره يا جماعه. ماشي شيليه بقى لو سمحتي. قلنا كذا مره بتنقطوا على غسيلنا وغسيلي نشف خلاص. والله ما عارفه نعمل ايه مع الناس دي. يا ام ادم، ام ادم يا حبيبتي لو سمحتي، ادم بيقطع ورق وبيرميه علينا. البلكونه اتملت ورق مش ملاحقين. والله قلت لك كذا مره. ماشي ماشي يا حبيبتي، حصل خير. ماشي. الو السلام عليكم. ازيك يا ام شادي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. تسلمي لي. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي، احنا كلنا كويسين الحمد لله. تسلمي. بقول لك يا ام شادي، ولادك يا حبيبتي امبارح طول الليل مشغلين الاغاني بصوت عالي خالص، وانت عارفه عندي ولاد بيذاكروا وجوزي راجل مريض مش عارف ينام. بالله عليك يا حبيبتي، انا كلمتك كذا مره في الموضوع دوت. قولي لهم في ناس مرضى في ناس بتذاكر، ما ينفعش كده. بالله عليك الصوت العالي خالص الساعه 2 بالليل و3 بالليل. ماشي يا حبيبتي ماشي. ماشي يا حبيبتي ماشي. ماشي ماشي، اشوفك على خير يا حبيبتي، مع السلامه. بسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا في حديث اخر: من آذى جاره فقد آذاني، من آذى جاره فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. الجار يا جماعة، الجار الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث بيوصينا بالجار وحسن معاملة الجار والإحسان إلى الجار. وقالوا في الأمثلة: الجار قبل الدار. الجار ده أخ، الجار ده ساعات بيقرب مني، بيبقى أقرب مني من إخواتي ومن أمي وأبويا. لو في خير أو في شر بيلحقني. جيرانكم يا جماعة ما تؤذوهمش بلسانكم، ما تؤذوهمش بأي طريقة. لو عجبكم الفيديو لو سمحتوا لايك واشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.